ستات مصر خط احمر. ما هو العيل البيبي بيجيب لاهله اللعنه، واذا كنت فاكر ان دمك خفيف على الستات المصريه يبقى ما تستاهلش منهم غير شباشب الحمام بتاعتهم ويتطرقع لك بيهم على فخادك وتتقرس من لباليبك، عشان اللي زيك رادع من خنزير لبن خالي من النخوه. والله زي ما بقول لك كده، تفتح تيك توك وكل المنصات تلاقي فيديو مكسر الدنيا بيقارن بقى بين ملكات جمال العالم في المدرجات بتاعت كاس العالم، وجايب بقى كل دوله بيمثلها بنت بقى موديلز وممشوقه القوام، وحتى بقى وعليها علم بلدها بقى وكاتب لي اسم الدوله بتاعتها، ويجي بقى عند مصر وحاططها في الاخر طبعا عشان يرمي الافيه الظريف اللطيف الخفيف بتاع امه، وتلاقيه عامل لك بقى بالاي اي بقدره لا اله الا الله حاطط صوره الست فاطمه الشهيره فاطمه كشري، والله يرحمها ويحسن اليها. واخدين بالكم اللي قلته؟ الله يرحمها ويحسن اليها. جايبها بقى في المدرجات وهي قاعده ماسكه حله محشي قال وبتاكل محشي. ايه المصيبه مش في الفيديو، المصيبه ان احنا عمالين نشير ونهيص ونقول موتني ضحكه. في ايه؟ هو احنا بجد لخصنا الست المصريه في 70 محشي وفراخ محمره؟ طب ما تيجي يا خلفه النعجه نرجع بالزمن للفراعنه وندخل بقى على الملكه اياه حتب، وكانت وقتها عماله بتسخن، لا مش بتسخن في المحشي يا حيلتها، مش محشي يا خال النخوه، بتسخن في اولادها كامس واحمس علشان يطردوا الهكسوس بره. فاكيد ساعتها ما كانتش قاعده بتلف ورق عنب عشان المعركه. ينفع برضو الكلام ده يا خالي من النخوه؟ فشوف بقى ملكه زي كده، فدي الست اللي كانت بتدير جيوش وواخده لقب سيده الشمال والجنوب، والستات وقتها كانوا واقفين على الحدود مع الرجاله بيأمنوا الحصون وبيدافعوا عن البلد. ما كانش ساعتها بقى في وقت للتسبيك وطشه الملوخيه. وحتى لو طلعنا قدام شويه في ثوره 1919 تلاقي الست المصريه بقياده هدى شعراوي نازله الشارع في وش الرصاص بتاع الانجليز وعماله تنظم مقاطعه للبضايع وبتهرب منشورات وبتعرض نفسها للخطر. كل ده ليه؟ عشان ست ب100 راجل، ست مصريه ما كانتش بقى بتهرب المنشورات دي في قاع الحله بتاعت المحشي. طب بلاش يا سيدي التاريخ القديم، شكلك من جيل الاندومي، تعالى للاحدث. حرب الاستنزاف في اكتوبر 73، الستات اللي في منظمه سيناء العربيه كانوا بيتدربوا على حمل القنابل والمتفجرات وبيشتغلوا مع المخابرات عشان ينقلوا معلومات استراتيجيه تهز جبال. الفلاحه والزوجه المصريه كانت واقفه تحت قصف الطيران وقاعده بتبني الحصون، بتبني الدشم وحوائط الصواريخ مع العساكر. سامعني يا دكر؟ ده غير بقى الممرضات والطبيبات اللي كانوا بيقضوا 24 ساعه متواصله وهم تحت ضرب النار، تبرع بالدم واسعافات للجرحى. تخيل بقى بعد كل ده يجي واحد رادع من خنزير لبن خالي من النخوه وقاعد على السرير في التكييف يعمل لي فيديو بالذكاء الاصطناعي عشان يقول للعالم ان انا دمي خفيف وان الست المصريه هويتها محشي. ده بقى اللي اتعلمته من امك لما طفحتك وانت صغير، امك اللي هي ست، اللي هي كبرتك، اللي هي سهرت وكانت ممرضه بالنسبه لك وانت عيان، اللي كانت بتقلعك وتحطك على القصريه وتمسح لك الكيكي بتاعك اللي اي مخلوق في الدنيا يعرف منه غيرها. يعني انت امك كل اللي قدمتهولك في حياتها كان محشي. واللي يوجع البطن اكتر ان احنا عندنا ضباط بنات وكوادر نسائيه مصريين مشرفينا بره في بعثات الامم المتحده لحفظ السلام وفي اخطر مناطق النزاع في العالم. يعني الست بتامن شعوب وبتدير ازمات دوليه، واحنا هنا بنصدر للعالم خفه الدم الرخيصه اللي بتقلل مننا. يا جماعه ما انا بحب المحشي ومصر كلها بتموت في المحشي، والبعيد اللي خالي من النخوه ده ما اكيد بيطفح محشي، وبنحب النكته وخفه الدم. بس النكته لما تتحول لصوره ذهنيه تهين ملايين الستات المصريين اللي شالوا البلد دي على اكتافهم وفي اصعب الاوقات، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ مش خفه دم، اسمه وقاحه، اسمه استخفاف. الست فاطمه اللي استغلته صورتها دي بقت في ذمه الله. يعني لا يجوز السخريه ولا المتاجره بيها عشان خاطر لايكات وفيوز، وعيب علينا احنا كمان لما نكون بنسقف لتشويه هويتنا. بالظبط زي اللي بيقولك بتضحك على ايه؟ على خيبتك. الست المصريه اكبر واقوى واجمل بكتير من القالب ده. افتكروا صوره السيده الحقيقيه، البطله والشهيده والطبيبه والوزيره والام الشقيانه اللي طلعت رجاله، والزوجه الصابره اللي جوزها شهيد بيدافع عن بلده. بلاش ترخصوا قيمتكم بايديكم. ست يعني امك، يعني اختك، يعني بنتك، يعني جدتك، مش حله محشي يا خالي النخوه والكرامه. شيروا
بالصورة الصح، وسيبوا بقى المحشي في حاله. والبنات بقى اللي انت جبتها في المدرجات دول بالاي اي، حتى لو بنات حقيقية، دول ما يستحملوش اللي تستحمله الست المصرية. دي فئة عندها كل حاجة مباحة، وانت فاهم يا دكري، يعني ما عندهمش حلال ولا حرام. مفيش حاجة عندهم اسمها اقف مع جوزي في ازمته وفي محنته، وممكن ما تلاقيش طفح السم في البيت، يلا هاتلك دليفري كل من بره على حسابك. السيدة المصرية عندنا بقت مدرس، بقت ضابط، بقت محامي، بقت دكتور، بقت قاضي، بقت وزير. وعلى فكرة كلهم بيطبخوا محشي عادي يعني، ولا انت بتاكل حاجة تانية؟ نسيت صح، لبن خنزير خالي من الرجولة. لكل سيدات مصر حقكم على راسنا احنا، انتوا ضفيركم برقبة اي ست في العالم، يعني البلدي يوكل شيروها له.